نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد. بالدلائل، صحيفة تكشف كذب غوارديولا بخصوص هالاند، وريال مدريد أكثر السعداء. بند في عقد هالاند يخوله الانتقال لريال مدريد في صيف 2022 مقابل مبلغ ليس بالكبير ودون التفاوض حتى مع مانشستر سيتي. سمعنا الكثير عن ذلك في الآونة الأخيرة، أخبار تؤكد الأمر كهذا. Tienes la cantidad de la cláusula que ha impuesto de alguna forma Haaland al City para poder marcharse al segundo año. Sí. ¿Tienes la cifra? No la puedes dar aún. No. Pero si el club. ¿Cantidad asumible? Sí. Asumible. Sí. Es alta, pero asumible. ¿Y el club es? El club es el Real Madrid. ثم تصريح واضح من بيب غوارديولا ينفي الأمر. Good evening, Pep. It's another wonderful game tonight, but there's been some reports in Spain, I think quite mischievous reports, saying that he has a release, Erling Haaland has a release clause in his contract and that he can go to Real Madrid for X amount of money. What do you make of that? Do you find that annoying, disrespectful, irritating? It's not true. He has not a release clause for Real Madrid or any other team. But it's not true. All I can say. واليوم جئناكم بالخبر اليقين بعد أن تم أخيرا الكشف عن بنود العقد بالتحديد جراء تسريب تم لصحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية، والتي تعتبر واحدة من أكثر الصحف مصداقية في أوروبا والعالم بأسره. والحقيقة تقول أن بيب غوارديولا يكذب. نعم كما سمعتم، بيب غوارديولا لم يقل الحقيقة في تصريحاته، ولاعبه هو هدافه الأول يملك بالفعل بندا في عقده يخوله الرحيل في 2024، لكن ليس بنفس الطريقة التي حكيت في برنامج التشيرينغيتو الإسباني. فما هي التفاصيل الصادمة التي خرجت إلى العالم؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.